هاي هاكرز، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. رجعنا لكم النهارده في فيديو جديد هنشرح فيه ثغرة جديدة. على فكرة احنا مخلصناش ثغرة XSS، كل اللي نزلناه ده يعتبر 25% من الثغرة يعني، فاحنا هنكملها الأيام الجاية. بس أنا بحاول أخليك ما تزهقش لأن ثغرة XSS هي ضخمة شوية، هي ضخمة كتير بصراحة. فأنا مش عايزك تكون مثلا تقعد شهر أو حاجة تتعلم حاجة واحدة، لا أنا عايزك كل شوية أديك ثغرة كده، ثغرة عشان بعد 4 شهور مثلا يكون معاك كمية ثغرات محترمة تعرف تهانت بيها. تعالوا نبتدي نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا النهارده ثغرة الايدور. ايه هي ثغرة الايدور؟ بص يا معلم، اول حاجة هي اسمها بروكن اكسس كنترول. طب الثغرة دي بتعمل ايه؟ الثغرة دي عموما بتحصل لما الموقع ما يقدرش يفرض قيود على مين يقدر يشوف ايه او مين يقدر يعمل ايه. يعني هشرح لك. يعني دلوقتي انت عندك مثلا اكونت، انت مثلا في موقع مسجل فيه انت وصاحبك، انت الاي دي بتاعك في الموقع 3 وصاحبك الاي دي بتاعه في الموقع 4. هل انا مثلا، تعال نفتح النوت باد ثانيه واحده، هل انا لو مثلا انت مثلا الاي دي بتاعك يساوي 3 وصاحبك الاي دي بتاعه اسمه يساوي 4، هل انا المفروض لما اشيل الاي دي بتاعي اللي هو رقم 3 اشيله واقوم حاطط 4، هل المفروض مني اوصل لمحتوى صاحبي؟ لا، ما ينفعش، لان كل حاجه ما ينفعش اعتمد على الباك اند، على الفرونت اند. في الاشتغال الثغره دي ايه؟ ان المواقع عموما ما بتتحرش الدقه وبتعتمد على الفرونت اند بس، فده ممكن يؤدي لدخول في صلاحيات بعض. فالفكره في كده لازم نعتمد على الباك اند اكتر من كده. ما ينفعش اكون مثلا هنا، ما ينفعش اغير الاي دي فاقوم رايح على اي دي واحد تالت خالص، لان اقول لك على حاجه، اغلب الاي دي بتاع الادمن بيبقى واحد. فالفكره هنا اللي انت ممكن توصل للادمن بسهوله جدا جدا. فهي فكره الثغره في كده، الوصول والتحقق. زي ما احنا عارفين عندنا حاجه اسمها اثنتيكيشن. يعني ايه اثنتيكيشن؟ هو تسجيل الدخول. دي الخطوه الاولى بتاعتك في تحكيم الموقع. لو انت لو في الخطوه الاولى بتاعتك في اي موقع اللي انت تسجل دخول. طب ارثرايزيشن، الارثرايزيشن عموما هي صلاحياتك جوه الموقع. يعني انت ممكن تبقى ادمن ولا ممكن تبقى يوزر عادي، ممكن تبقى ايه. هي الفكره انت تقدر تعمل ايه جوه الموقع. اي موقع عموما بيبقى ليك حاجتين كده وكده، يا اما تبقى ادمن يا اما تبقى يوزر. فهمت الفكره؟ تمام. الثغره دي عندنا بتتقسم ل3 مراحل. ايه هما ال3 مراحل؟ على فكره احنا في الفيديو ده هنشرح الكلام النظري بس، اللي انت لو اتسالت في انترفيو تعرف تجاوب بيه وتعرف تصد بيه اي سؤال. تمام. اول نوع سوري يا شباب، اول نوع من انواع الثغره دي ان يا شباب ان انت تكون يوزر عادي وتعلي صلاحياتك لادمن. هقول لك قبل كده الثغره انا اكتشفتها وهي موجوده برضك على بورتسويجر وحاجه، يعني انا كنت اصلا متعلمها في بورتسويجر، فتعالى اشرحها لك. كان في حاجه لما وقفت الطلب في بيرب سويت كان مكتوبه اسمها ادمن تساوي فولس. تمام. رحت انا مغيرها ومخليها ترو والموضوع مشى. بس بس هنا ايه اللي حصل؟ اول حاجه اللي انا قعدت كل شويه او يعني مشيتها طلب. يعني ايه؟ يعني انا مش عملتها مره واحده وخلاص، لا، في كل طلب في الاكونت بتاعي عشان اخد الصلاحيات بتاعت الادمن لازم اعدل حكايه الادمن من فولس لترو. لازم تمشي كده. والثغره نفعت معانا ومشيت والدنيا زي الفل، والثغره دي على فكره خدت عليها باونتي كويسه يعني. تمام. ده اول نوع من الثغره بتاعتنا. في نقطه برضك تانية، يعني لازم تلعب في المسارات شويه. يعني ايه تلعب في المسارات؟ يعني مثلا انت عندك مثلا هنا HTTPS، عندك كده example نقطه COM. تمام. انت بقى هتيجي مثلا هنا تحط مثلا باسورد تكست. تمام. ممكن يجيب لك بتاعت الباسورد، ما هو ده برضه غلط من الموقع. ممكن تحط مثلا هنا admin استريتور وكده برضك ممكن يوديك للبانل بتاعت الادمنستريتور، فده طبعا هنا ثغره. طب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نكتب ادمن بانل وكده برضك يبقى معانا ثغره. فالحكايه تبقى في كده. تمام. اسف على الصوت اللي حصل ده، لا سوري وركز، معلش ما علينا. المهم هنا كده برضك بتبقى معاك الثغره. طب ايه تاني يا صديقي؟ مثلا ايه تاني؟ قبل كده عليت صلاحياتي بربط الثغره دي بثغره XXE. ازاي؟ اللي انت مثلا طبعا مش هحطلكوش ثغره XSE بس انا هشرحها لكم. ثغره XSE عموما هشرحها لكم سريعا كده لغايه لما نشرحها باذن الله في فيديوهات لوحدها. ثغره XSE هي بتعتمد على ايه؟ على كتابه XML. يعني XML اللي بتتكتب كده وتحط قيمه هنا، مثلا قيمه هنا
وتقوم مثلا كاتب تيجي الناحيه الثانيه وتقفلها بنفس طريقه كتابه ال HTML، بس بتحط جواها داتا والحاجات دي. فهمت الفكره؟ فلقيت الثغره دي وقدرت ان انا اعدي بيها صلاحياتي من يوزر عادي لادمن بانل لادمن يعني. فاهم الفكره؟ فبرضك الفكره دي قلت موجوده وهشرحها لك كده كده في الشغل التقني باذن الله. دي اول نوع من نوع الثغره دي. حلو جدا جدا جدا. تمام. طب ايه هي ايه هي ثغره الايدول؟ النوع الثاني من ثغره الايدول. النوع الثاني ان انا شرحته لك ان انت ما ينفعش توصل، لو قلت لك في اول فيديو اللي انت ما ينفعش توصل لمعلومات ليوزر ما ينفعش توصل لمعلومات لليوزر غيرك يعني. فاهمني؟ المفروض انت لما توقف الطلب في بيرب سويت كل يوزر يكون ليه اي دي. تمام؟ حتى لما تغير الاي دي ده المفروض يديك ايرور 404، انما المصيبه لو اداك 200 اوكي. هنا بقى تيجي المشكله ان الموقع ما تحرش كويس عن الشخص اللي مديله المعلومات ده، ما تحرش من الكوكي بتاعته، ما تحرش من كذا حاجه، فلازم يكون في تحري اكتر من كده عند الموقع. فالثغره دي موجوده. وطبعا تعالى اشرحها لك مره ثانيه. انت مثلا انا هقول لك امثله كتيره دلوقتي، بس ممكن اقول لك امثله في فيديو تقني يعني، لان كده ناوي انزل فيديو تقني في كل حاجه حرفيا وفيها الافكار مترتبه اكتر من كده. بس انا دلوقتي عايز اديك الاسئله اللي لو سالت عليها في الانترفيو تعرف تسد يعني. لو انا مثلا جيت في هنا اي دي يساوي 3، اي دي يساوي 3، تمام؟ ما ينفعش انا اغيرها لواحد، تمام؟ لان كده تعتبر ثغره. الفكره في كده ان انت كده بتوصل لصلاحيات حد تاني، بتوصل لحاجات حد تاني. فالفكره هنا ان ثغره في كده. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره. تمام. ايه الجزء اللي بعد كده؟ تعال نشوف. التحكم المعتمد. يعني ايه التحكم؟ صح، نسيت اقول لك. الثغره الاول ثغره دي تسمى التحكم الراسي. التحكم الراسي. طب تاني ثغره تسمى ايه؟ التحكم الافقي. التحكم الافقي يعني اثنين جنب بعض بس انت بتاخد مكانه مش اكتر. انما التحكم الراسي الا انت بتطلع لفوق لانك بتبقى ادمن. طب الثغره الثانيه دي التحكم المعتمد. يعني لما تتخطى خطوه معينه، عارف ثغره اللوجيك؟ هي البيزنس لوجيك، هي نفس ثغره البيزنس لوجيك، هي نفس الفكره البسيطه دي، نفس الفكره ولا اكتر ولا اقل. هي الفكره كلها في كده. تمام. وكده احنا يعتبر شرحنا الثلاث انواع. بس خد بالك هي مش نفس البيزنس لوجيك بالظبط طبعا، هي فيها حاجات مضافه وهشرحها لك في الفيديو التقني باذن الله. احنا تقسيمه الثغره دي هنشرحها ازاي؟ هقول لك. تقسيمه الثغره دي عموما اللي احنا النهارده باذن الله، النهارده اللي هو تقريبا 20/12/2025 هنشرح لك الفيديو النظري والفيديو التقني. طب بكره هنحل كل لابات بورت سويجر، ولو لقيت فكره في هاكزا بوكس ما قلناهاش هقولها. وبعد بكره طب هنعمل ايه؟ بعد بكره يا معلم، او ممكن بكره برضك انزل لك ريبورتس عموما اللي هي بتاعه الثغره، الريبورتس اللي هو الثغرات اللي كان مكتشفها قبل كده من نفس النوع، واقول لك. بس اقول لك على حاجه، انا برضك بحثت في ريبورتس كتير قوي، ففكره الثغرات في الثغره دي بالذات في الريبورتس عموما هي نفس الفكره اللي انا قلت لك عليها، اللي انت بيجي لك اي دي تغيره تعليه بس هي نفس الفكره بالظبط. نفس الفكره بالظبط انت بتطبقها. في بقى لما تدخلها مع ثغرات ثانيه وتخلطها مع ثغرات ثانيه، ده هناخدها باذن الله بعد ما نخلص شرح كل الثغرات باذن الله هنشرح الموضوع ده. تمام. نتوكل على الله. ايه تاني ناقصنا في البي دي اف؟ تمام. الجزء اللي هنا. تمام. هنا ازاي نمنع الثغره دي؟ ازاي نمنعها؟ اول حاجه نتحقق من السيرفر. ما ينفعش قلت لك ان السيرفر يعتمد على الفرونت اند بس، لازم يعتمد على الباك اند، ولازم يكون عنده تحري اكتر من كده. لازم يكون يتحرى من الكوكي، لازم يتحرى من كذا حاجه. فاهم الفكره؟ لان انت مجرد ما غيرت الاي دي في مواقع كتير جدا بتتحقق من بسم الله بتتحقق من وبتسيب التحقق للفرونت اند بس. والفرونت اند عموما خد بالك هي لعبه الباك باونتي عموما تقريبا اغلبها بيبقى فرونت اند، انت بتلعب في الفرونت اند عموما. فالموقع لما بيسيب لك النوع دوت انت سهل جدا تعلي صلاحياتك لادمن وتقدر تعمل اي حاجه بقى، انت خلاص ادمن. فاهم الفكره؟ طب ماشي. الفكره الثانيه يعني ايه رفض الدخول تلقائيا؟ ان رفض الدخول تلقائيا ما ينفعش اخلي ان اي حد يستطيع الدخول. يعني اقول لك على حاجه، لما تيجي مثلا تبرمج الموقع عموما في الفرونت اند، النسبه الاكبر ان هو هيقول له لا مش هتدخل، بس النسبه الاقل ايه هي؟ ان هو يوافق يدخل. طب يعني ايه؟ يعني عموما لازم يكون يتحرر من صلاحياتك كويس جدا، ان هو هل انت مسموح بيك للدخول هنا ولا مش مسموح. الفكره في كده. تمام. يعني ايه استخدام معرفات غير متوقعه؟ هقول لك. استخدام معرفات غير متوقعه يا صديقي ان انا مش عايزك تيجي مثلا تحط لي اي دي لنفسي يكون مثلا 6 ستات مثلا 3 ستات،
لا انا عايز حاجه اصعب من كده، تحط لي 3 ستات وتحط لي 2 كي مثلا، تحط لي بعد كده علامه سيمي كولن تحط لي مثلا كده. انا عايز اي دي مميز، مش عايز اي دي لو مثلا وقفت الطلب ودخلت على الانترودر في البيرب سويت اعرف اجيبه. انا عايز اي دي يكون مميز، اي دي صعب اللي انا الاقيه. فاهم الفكره؟ فدي برضك نقطه مهمه جدا ولازم الموقع ياخد باله منها. انا ليه بشرح لك اللي ازاي تمنعها؟ لان انت مطلوب منك بصراحه تعرف ازاي تمنعها. لان اي حد، بص هقول لك على حاجه، في نصيحه حد قالها لي قبل كده، ايه هي؟ ان انت لو عايز تبقى كويس جدا في مجال الباك باونتي، انت المفروض تعمل ايه؟ اول حاجه تكون تدرس فرونت اند كويس جدا، وتنشئ موقع من 5-6 صفحات كده بسيط جدا. وبعد كده تعمل ايه؟ بعد كده تكتشف فيه الثغرات، وكل ما تكتشف ثغره تحاول توقفها. طب بعد ما توقفها تحاول تعمل باي باس، لو الباي باس ماشي لغايه ما تقفل بيك الدنيا. فهمت الفكره؟ كده هي الموضوع كده وبسيط جدا بالظبط وبالملي. غير كده انت ممكن يكون عندك مشاكل، بس غير كده انت بتحاول تاخد خبره والدنيا تمشي معاك. وكده كده اغلبكم انا عارف ان دارس اتش تي ام ال وجافا سكريبت والدنيا دي كلها وسي اس اس، انا فاهم ان الدنيا كلها تعتبر دراسه فرونت اند. فانا كده قلت لك ازاي نمنع الثغره دي. تمام. وكده فاضل لنا فيديو الشغل التقني. الشغل التقني عموما هندوس جامد جدا في اللي هو الحاجات التقنيه، فهو ده الفكره. يعني هنزود معلومات بسيطه، معلومه 2 3 الفكره في كده وهنظبطها. تمام. باذن الله تكون فهمت الفيديو، باذن الله تكون فهمت الثغره دي. احنا الاسبوع ده على فكره برضك هننزل اخر فيديوهين شرح في ريفلكتد اكس اس اس، وهننزل فيديوهات لستورد اكس اس اس، يا اما هنخلصها يا اما هننزل فيديوهين 3 ليها. بس المؤكد ان احنا الاسبوع دوت فيه اكس اس اس كتير، والاسبوع الجاي انا عارف ان بيبقى عندك فاينل، فانا هحاول على قد ما اقدر اقلل الكميه، بس مش هنمنع الكميه. لان اي حاجه هتوقف فيك او اي حاجه هتوقفها عموما ده هيكون ضرر ليك كبير جدا. ما ينفعش تسيب مجال لمده شهر او شهر ونص وبعد كده ترجع له تاني، لا انت كده بتبتدي من الصفر. ما ينفعش، لا لازم يكون عندك استدامه. النص ساعه اللي انت هتقعدها تذاكر فيها دوا مش هتموتك. انت بتقعد على انت لو بصيت في نص المذاكره وانت بتقعد على التليفون هتلاقي نفسك كسرت الساعه ونص. فالنص ساعه اللي انت هتشوف فيها الفيديو مش هتقتلك، لا انا عايزك مخك شغال دايما. انت بتتعامل مع لقمه عيشك دلوقتي. تمام. اتمنى تكون فهمت الفيديو. هنزل لكم برضك النهارده فيديو الشرح التقني. ربنا يوفقكم يا هاكرز. السلام عليكم. هاي هاكرز.